ينتظر أن يعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن القائمة النهائية المعنية بتربص شهر جوان تحسبا لمقابلتي غينيا وأوغندا خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها يوم الخميس على الساعة 11 صباحا. وحسب المصادر المقربة فإن هذه القائمة ستعرف غياب الثلاثي المكون من رياض محرز، إسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما ستعرف عودة قائد الميلان إسماعيل بن ناصر. وحسب هذه المصادر فإن قائمة بيتكوفيتش ستشهد أحد أهم المفاجآت التي ينتظرها محبو ومتتبعو المنتخب الجزائري، وهي استدعاء أمير سعيود لأول مرة نظرا لتألقه اللافت للانتباه. وقد يكون الناخب الوطني قد وجد حلا مناسبا لمنصب صانع ألعاب. وبالعودة لقضية القائد السابق رياض محرز، فأغلب المتتبعين وحتى على الصفحات الرياضية المعروفة قالت أن محرز قد يكون قد اتخذ قرارا نهائيا بالاعتزال الدولي وينتظر فرصة مناسبة لإعلانه، والناخب الوطني يكون قد اقتنع بخياره ولن يستدعيه مجددا حتى في القوائم الموسعة. باقي القائمة ستكون مشكلة من أغلبية اللاعبين الذين شاركوا في تربص شهر مارس الماضي كإبراهيمي، بنزية، عمورة، بونجاح، جويري وآخرين. والبقية، فما رأيكم في هذه المعطيات الجديدة، خاصة وأن هاتين المباراتين هما أول اختبار رسمي لبيتكوفيتش؟ تابعونا ليصلكم كل جديد وحصري عن محاربي الصحراء. نشكركم على متابعة قناتنا. إلى اللقاء.